نتائج المنتخبات العربية. نبدأ بالجزائر والأرجنتين. أنا متعجب الطريقة اللي لعب بها مدرب بيتكوفيتش، مش طريقة اللعب. أنا اليوم الجرايد الكل في العالم تحكي على ميسي، وميسي أفضل لاعب في العالم، وميسي في كأس العالم. ميسي لما تعطيه حرية مطلقة ولو حتى في 39 سنة يعني يعمل فيك العجب، وهذا اللي شاهدناه. يعني نتابع في ميسي منذ حتى بدايته مع الأرجنتين أو البرصا. أسهل مباراة تلعبها ميسي في كأس العالم، أسهل مباراة. الحرية اللي لعب بها حرية مطلقة، حتى في الأهداف اللي سجلها وحده بدون رقابة. يعني بيتكوفيتش ما يعرفش ميسي ولا مش عارف؟ يعني لما نسمع كازيميرو يحكي على ميسي لما يمشي يلعب ضد الريال يقول لك مستحيل انه لاعب وحده يحاصره ويصعب عليه المأمورية. لازم 2 3 لاعبين، ولازم تلعب بشراسة، ولازم يسجل الريال 26 هدف و 27 هدف. يعني تلعب ضد ميسي، يعني وينو لاعب الارتكاز نتاعك؟ اللي هو بن طالب، وينو لاعب الارتكاز؟ يعني ميسي استلم الكرة في دقيقة 16 وحده بدون رقابة. صحيح تمريرة ممتازة، لكن لما ميسي يقرب لك 30 متر لازم رقابة عليه. بيتكوفيتش طبيعة الحال لما ميسي يلعب بحرية اللي هو أقوى لاعب وأخطر لاعب، طبيعة الحال اللاعبين كل الآخرين مش يلعبوا بحرية، وهذا اللي شاهدناه. يعني كانت مباراة سهلة، سجل 4 أهداف المنتخب الأرجنتيني وميسي سجل 4 أهداف، يعني سهولة كبيرة. قلنا أن المباراة تكون صعبة على الأرجنتين، لكن شاهدنا أن المباراة كانت اتجاه واحد، والمنتخب الجزائري لعب أسوأ مباريات نتاعو تقريبا مع بيتكوفيتش، خصوصا في كأس العالم. تلعب ضد فريق فاز بكأس العالم، فريق عنده إمكانيات وعنده لاعبين ممتازين، ما تلعبش بالطريقة هي. خطوط متباعدة، لاعبين بحرية، ما فماش الشراس. كان مباراة أكثر مباراة ودية. عندنا ثقة في المنتخب الجزائري إذا بيتكوفيتش يغير عقليته هو قبل ما يغير عقلية اللاعبين. لأن الجزائر لاعبين ممتازين اللي يلعبوا، معناتها التشكيلة جيدة، لكن طريقة اللعب متوخاة ضد المنتخب الأرجنتيني كان سلبية 100%. إن شاء الله في قادم الأيام منتخب الجزائر عندنا ثقة فيه، وإن شاء الله عنده إمكانية الترشح، لكن لازم يكون حاضر. وإن شاء الله ما تأثرش عليه النتيجة، لأن لعب ضد الأرجنتين لازم صحيح نتيجة ثقيلة، لكن ينسى أن مباريات كأس العالم فوز واحد عندك إمكانية الترشح. إن شاء الله عنده إمكانية الترشح المنتخب الجزائري إذا المدرب بيتكوفيتش كما قلت أنه يغير من العقلية نتاعو. طبيعة الحال نحكيو على المنتخبات العربية، يعني النتائج ما نقولوش سلبية. 8 فرق، 4 تعادلوا، تقريبا 4 انهزموا. نشوف في كأس العالم راهو مش بطولة أفريقيا أو بطولة آسيا أو بطولة قارية. كأس العالم لازم تكون حاضر وجاهز 100%. اليوم تحس أن لما شاهدت العراق والأردن، العراق شوط أول جيد ممتاز، خلق فرص، لكن المشكلة أن بدنيا اللاعب العربي ما عندوش إمكانية باش يلعب 90 دقيقة على مستوى صعب، وهذا مش من اللاعب، راه من التكوين نتاعنا. تلعب ضد النرويج، فريق قوي بدنيا، إمكانياته كبيرة، شاهدناه حتى دقيقة السادسة من الوقت الضايع، وفريق يجري وفريق يركض وفريق يستغل الهفوات الدفاعية، لأن 4-1 النتيجة كانت كبيرة. الهدف الثاني خطأ من المدافع والحارس، والهدف الرابع خطأ من الحارس، خروجه كان ممكن يكون. لكن تحس أنه اللاعب العربي 90 دقيقة ما يقدرش يلعب 90. وحتى المنتخبات اللي قدمنا مستوى كبير في كأس العالم لعب مباراة واحدة، المباراة الثانية تقل الخطورة نتاعنا وتقل الإمكانيات نتاعنا، ما عادش نلقاو الإمكانيات. المباراة الثالثة
ما عادش موجودين، وهذا